تطور صفقات الاتحاد وبنزيما ودي ماريا بعد النابت حرب الأهلي والاتحاد والكويكبي. مفاجأة رحيل سانتو بسبب الحائلي. يستعد نادي الاتحاد لميركاتو تاريخي في صيف 2023 لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم والعودة إلى منصات التتويج مجددا. الاتحاد محروم من التعاقدات حتى صيف 2023 على خلفية قضية النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم. وفوض العميد الاتحادي اللاعب المغربي خلال الفترة المحمية من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل ضمه رسميا في يناير 2022. في هذا السياق أعلنت شبكة ميركاتو دورينا حسم الإدارة الاتحادية صفقتين عالميتين من العيار الثقيل للموسم الرياضي القادم 2023-2024. وكشفت الشبكة عن جنسية ثنائي العالم الذي سينضم إلى نادي الاتحاد في الموسم القادم وهما من فرنسا والأرجنتين. إذن من الثنائي الذي سينضم إلى نادي الاتحاد في الموسم القادم؟ يبدو أن المقصود كل من النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني والأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح يوفنتوس الإيطالي. أما دي ماريا كشفت العديد من التقارير العالمية والمحلية عن انتقاله إلى الهلال أو النصر والاتحاد بعد نهاية الموسم الحالي. أعلن الإعلامي الرياضي فهد المري تعثر صفقة انتقال محمد الكويكبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى الأهلي. وقدم الأهلي عرضا رسميا إلى نادي الاتفاق للتعاقد مع الكويكبي في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بين 14 إلى 20 مليون ريال سعودي. وكشف المري عبر حسابه الرسمي بموقع تدوينات القصيرة تويتر عن أن سبب تعثر الصفقة هو رفض الإدارة الاتفاقية تقسيط قيمة انتقال اللاعب إلى الرقي على 3 دفعات. جدير بالذكر أن الكويكبي يحظى باهتمام كبير للغاية من ناديي الهلال والاتحاد المحرومين من التعاقدات حتى صيف 2023. لذلك فإن تعثر انتقال اللاعب إلى الأهلي في الشتاء الحالي يمنحهما الأمل مجددا في حسم الصفقة قبل بداية الموسم القادم. كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد عن خلافات عنيفة بين سانتو والإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي بشأن ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم. الاتحاد محروم من التعاقدات في الشتاء الحالي بسبب التفاوض مع النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله خلال الفترة المحمية من عقده مع النصر قبل التعاقد معه رسميا في ديسمبر 2021. أشار رشيد عبر حسابه الرسمي بموقع تدوينات القصيرة تويتر إلى اجتماع سانتو مع إدارة نادي الاتحاد بخصوص لاعب دولي في فريق عاصمي. وأضاف الإعلام الرياضي توقفت الصفقة بنقاش بين المدرب ورئيس الاتحاد حول استمرار الأخير من عدمه. و3 نجوم في الهلال والنصر ارتبطوا بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وهم عبد الله عطيف وعبد المجيد الصليهم وعبد الفتاح عسيري. جدير بالذكر أن الصليهم اتفق مع النصر على تجديد عقده 3 سنوات بينما عطيف بات قريبا للغاية من ارتداء قميص النادي الأهلي. انقض اتحاد جدة على صدارة دوري روشن السعودي بعد فوزه العريض على ضيفه الفيحاء 3-0 على ملعب الجوهرة المشعة ضمن الجولة 14. وحملت ثلاثية اتحاد جدة توقيع كورنادو 23 وعبد الرزاق حمد الله 45 من ركلة جزاء وهارون كامارا 45. ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 31 نقطة ليتصدر الترتيب في انتظار مباراة النصر مع الاتفاق الأحد المقبل بينما توقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة. فاجأ بورنو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة الفيحاء بالتخلي عن الأجنحة والاعتماد على 3 لاعبين يتمتعون بمهارات خاصة داخل الصندوق هم حمد الله ورومارينيو وهارون كامارا. وأعاد إيغور كورنادو إلى مركزه المفضل بعد أن حرره في مركز 10 خلف المهاجمين ليستعيد اللاعب بريقه المفقود. عند الدقيقة 23 حصل رومارينيو على ضربة حرة مباشرة بالقرب من خط 18 وتصدى كورنادو للكرة وأسكنها بروعة من فوق حائط الصد على يمين ستويكو يوفيتش حارس الفيحاء. فك هدف كورنادو شفرة المباراة وتخلى الفيحاء عن الدفاع الخالص ففتحت تثغرات أمام لاعبي دفاع الاتحاد. في الدقيقة 44 وبعد ترويض مثالي للكرة من جانب عبد الرزاق حمد الله قبل أن يتعرض للعرقلة من أسامة الخلف ليحتسب الحكم ضربة جزاء دون تردد في الدقيقة 45. تكفل حمد الله بإضافة الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 45 وبعد عمل فردي رائع لكورنادو هيأ الكرة لكامارا الذي عالجها بلمسة واحدة أرضية في الزاوية اليسرى هدفا ثالثا لاتحاد جدة لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة. بدأ فوق رازاوفيتش مدرب الفيحاء الشوط الثاني بإجراء عدة تبديلات هجومية وتغيير طريقة اللعب على أمل تدارك النتيجة وأضاع البديل محمد الصيعري في أول لمسة له لفرصة الهدف الرابع بغرابة شديدة ليمر ما تبقى من الوقت بفوز الاتحاد 3-0.
بات ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة هدفا لنادي الهلال من أجل ضمه إلى دوري روشن بعد صفقة رونالدو التاريخية، حيث ارتدى اللاعب قميص النصر وكتب تاريخا جديدا للمنافسات بالمملكة العربية السعودية. وينافس الهلال كل من باريس سان جيرمان بعقد جديد نادي انتر ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمه إلى دوري MLS. وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن دخول الاتحاد كمنافس قوي للهلال من أجل التعاقد مع ليو، فالحلم لم يعد مقتصرا فقط على جماهير الزعيم. المصادر تؤكد أن الاتحاد يمتلك من التعاونات الاستثمارية ما يؤهل الإدارة إلى تقديم عروض موازية لعرض الهلال ودفع 350 مليون يورو لضم ليو. العرض الذي سيصل إلى مليار و400 مليون يورو سيكون كلمة السر من جانب الاتحاد للحصول على توقيع ليونيل ميسي في الفترة المقبلة. وتشير المصادر إلى أن عرض ضم ليونيل ميسي بكل تأكيد سيتخطى الراتب الذي يحصل عليه رونالدو حاليا في النصر والذي يبلغ 200 مليون يورو. فاجأ النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الشارع الرياضي السعودي بعد تعاقد النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. وقبل اللعب مع الاتحاد مثل حمد الله 32 سنة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021. وأثناء تواجده مع قلعة العالمي صرح النجم المغربي الكبير عن أمنيته في اللعب مع رونالدو في يوم من الأيام، مؤكدا على أنه قدوته في عالم الساحرة المستديرة. وبعد أن أصبح الحلم حقيقة انتقل رونالدو إلى نادي النصر، بدأ الملايين من مشجعي العالم في السخرية من عبد الله وعبد الرزاق حمد الله الذي أضاع حلمه باللعب مع الأسطورة البرتغالية عقب تفضيله اللعب في الاتحاد. وشهد رحيل عبد الرزاق عن النصر والانتقال إلى الاتحاد أزمة كبرى وسط اتهامات بتعمد اللاعب ارتكاب تصرفات مشينة لإجبار إدارة مسلة المعمر على فسخ عقده. وكأول رد فعل على سخرية الجماهير النصراوية منه، قام حمد الله بإلغاء متابعة كريستيانو رونالدو عبر موقع تبادل الصور انستغرام. وجه الناقد الرياضي فيصل الجفن صدمة إلى جماهير الاتحاد بأن الفريق بعيد تماما عن تحقيق بطولة الموسم الجاري لعدة أسباب فنية. الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يحتل المركز الرابع بترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 4 وخسر 1. وقال فيصل الجفن في تصريحات عبر برنامج براء 18 مشكلة الاتحاد في ثنائي وسط الملعب إيغور كورنادو وطارق حامد. وتابع الناقد الرياضي: الفرق التي تبحث عن البطولات لابد أن يكون لديها وسط ملعب قوي فنيا وبدنيا، وعلى صعيد اللاعبين في مشكلة بمنتصف ملعب الاتحاد. وأضاف فيصل الجفون: الاتحاد قوي بكافة خطوطه بداية من حراسة المرمى وخط الدفاع بقيادة أحمد حجازي حتى الهجوم بتواجد رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله إلا وسط الملعب. ووصل الإعلامي: كورنادو عندما كان في الإمارات كان مميزا، وكذلك المحور المصري طارق حامد مع زمالك، ولكن حاليا هذا الثنائي سبب خلل في أسلوب لعب الفريق، إضافة إلى حرمان الاتحاد من التعاقدات في الشتوية، لذلك سوف يعاني الفريق حتى الصيفية وسيخرج من المنافسة.